مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. عملنا طبق فول من غير فول. ايوه، طبق فول من غير فول. بصراحة خفيف جدا على المعدة، والناس اللي عندها عسر هضم ومبتعرفش تهضم قش الفول جربوا الطريقة ديت، ان شاء الله هتعتمدوها في عمل الفول. ندوقوا بقى كده مع بعض، ناعم كده وكريمي كده، وبالليمون بقى وبالزيت وبالشطة، اخر حلاوة بصراحة. جربوه مش هتندموا ابدا، بصراحة خفيف وحلو قوي وان شاء الله يعجبكم. يلا مع بعض بقى نشوف الطريقة، وإن شاء الله تكون خفيفة عليكم. معايا كوباية فول مدشوش، فول الطعمية. معايا ربع كوباية عدس أصفر، وربع كوباية عدس بجبة. هنزل عليهم بمية مغلية وأسيبهم ساعة كده، ساعتين، مفيش أي مشكلة. خلاص هسيبهم. وبعد كده لما أسيبهم يعني ساعة ساعتين، هغسلهم كويس قوي، وبعد كده هفضيهم كلهم كده على في بعض في الحلة. حطيت العدس وحطيت عليه العدس بجبة، وحط عليه الفول المدشوش. ضعفوا الكمية وزي ما انتوا حابين، وممكن تقللوا من اي حاجة فيها براحتكم يعني. جربوه بقى. طبعا كلنا ساعات بنقشر الفول عشان يبقى معدتنا خفيف، لا احنا عملناه بقى بالفول المدشوش. حطيت عليه جزرايه مبشوره، وهحط عليه طماطمايه مبشوره او طماطمتين، وهحط عليهم ميه واسيبهم على النار يستووا. هعلي النار يغلوا، اول ما يغلوا هسيبهم يستووا. مش هيقعدوا كتير، كأنك بتعملي بصارة بالظبط. هحط عليهم بقى بعد ما بيستووا خالص، متأكد انهم استووا، ازود لهم ميه لو احتاجوا. معلقة بابريكا كبيرة، معلقة هريسة شطة، هحط شوية كركم، وهحط عليهم شوية ميه صغيرين واضربهم في الخلاط. ما تخلوهوش خفيف خالص وفي ميه كتير. اتحكمي انت في الميه بنفسك يعني. بعد ما الميه تبقى قليله فيه كده، انت بقى زودي الميه اللي انت عايزاه. هضربه في الكبه، او تحطيه تضربيه زي ما هو بالهاند بلندر. ضربه خفيفه يعني، انا كده هو كله مهري، بس انا بخلطه مع بعض. ممكن تحطي سنه لون لو انت عايزاه الاحمر قوي، لكن هو لونه الفول بالظبط. جربوه مش هتندموا ابدا قد ايه هو خفيف. انا واحده من اللي بتتعب من اكل الفول. اما عملته بالطريقه دي ما تعبتش. حطيته على النار بقى بعد كده يسخن، لان انا ضربته طبعا بعد ما برد في الكبه. حطيت عليه ملح وكمون، حطيت عليه ليمون، حطيت عليه زيت زيتون، تحطي عليه زيت عادي. تحطي عليه كزبره، تحطي عليه طماطمايه متقطعه حلقات، قرن فلفل متقطع حلقات. شكلي زي ما انت عايزه. الطريقة دي حلوة قوي، وهتعتمديها إن شاء الله عندك في البيت. مش هتبطلي خالص تعمليها. هشيل بس هنا بذرة الليمون. هتاكلي أحلى فول. لو عندك طفل هتأكليه كله بروتين بكل أنواعه. جربوا الوصفة وقولي رأيكم في الكومنتات. هحط بس شوية زيت وأنا بقلبه كده مع بعض، وبعد كده لما هحط في الطبق هحط عليه الزيت. جربوا الوصفة وشاركوها لكل حبايبكم. حلوة للصيام، حلوة للناس اللي بتحب تفطر.